ونبدأ على طول. هات معاك بكرة لزق زي دي تعمل بيها دايرة زي ما انت شايف. نبدأ نعمل بقى خط في نص الدايرة كده بميل زي ما انت شايف برضه في الصورة. انا حاطط لك الصورة جنب الرسم عشان تشوف يعني ما ذلك بصراحة حاجة في منتهى الجمدان. المهم تبدأ بقى انك تجيب الموبايل جنب كده وتشوف الميل بتاع الزاوية كده زي ما انت شايف جاب الوش مش جاي مستقيم يا جماعة. الوش مش جاي مستقيم، الوش جاي كده بميل. ادينا عملنا الميل. اوكي. نبدأ بقى نعمل خط في نص الدايرة بتاعتنا. ليه بقى الخط ده يا محمد؟ الخط ده بيمثل العين. هتشوف دلوقتي زي ما انت شايف كده يعني يعتبر في نص الدايرة او فوق نص الدايرة بشوية زي ما انت شايف كده. نبدأ بقى نحدد الدقن وتقريبا المسافات يعني شبه واحدة. يعني المسافة اللي هنا يعني اللي تحت أكبر سنة أهو انت شايف تحت أكبر سنة، واللي تحت أصغر شوية زي ما انت شايف كده بالمقاسات. اوكي نعمل بقى خط تحت الدايرة كده بحيث ان احنا نحدد أول الفك. أو زي ما انت شايف بننزل من الخط اللي احنا عاملينه في النص كده زي ما انت شايف وننزل بيه لحد الفك اهو. نبدأ بقى نوصل نقطة الفك دي بالدقن اللي احنا كنا عاملينها دي. زي ما انت شايف الوش بدأ يعني يتكون معانا زي ما انت شايف اهو. اهو بس كده يا معلمين اهو. كده يعني يعتبر الوش شبه كامل. نعمل بقى زي ما تقول كده جايد لاين اسمها ايه، الرقبة. ماشي. نبدأ بقى ان احنا نغوص بقى في الملامح واخد بالك. ادي هنا البق. ماشي. المسافة اللي بين اخر الدايرة والدقن في النص بالظبط هتلاقي البق ده موجود. نبدأ بقى من اول الخط اللي احنا كنا عاملينه للعين وفوق الفك بشوية هيبقى الودان زي ما انت شايف اهو. يعني نبدأ بقى ان احنا نعمل خط كده عشان نخلي الودنين قد بعض اهو. زي ما انت شايف احنا ما رحناش بعيد. الودنين يعتبر نفس الشيء ونفس الخط اللي احنا عاملينه كده بيرفكت اوي. اهو بنعدي بس على الخطوط. شايف انت بقى الزاوية بتاعة تانية الودان هنعمل عندها خط برضو. ليه عملنا ده؟ يعني شايف انت الحتة دي، ايوه الحتة اللي بعلم عليها دي هنعمل خط عليها. ليه بقى يا محمد عملنا الخط ده؟ عشان هنبدأ بقى ان احنا نقيس من عليه الودان اللي هو العينين. ودان ايه العينين؟ قلت له طب يا ذكري الودان في الصورة أكبر. بص بصراحة عايز تعملها أنت أكبر قشطة، بس أنا شايف بأمانة يعني الودان في الصورة الأصلية مبالغ فيها. يعني تحس إن هو شبه القرود يا جدع إيه ده. المهم بعد ما عملنا الخطوط أهو تمام. نبدأ بقى إن إحنا نرسم العين. أنا عايزك تعمل زوم وتركز قوي. من الخط اللي فوق عملنا خط تاني بميل شوية، بعد كده نزلنا كسرنا كده اهو. العين زي ما انت شايف بدأت تتشكل. ننزل نكمل لحد اخر المستطيل. نبدأ بقى نعمل جفن الحواجب وهنا نعمل البؤبؤ. انا عايزك تركز في كل تفصيلة عشان حرفيا كل تفصيلة هنا مهمة. وبأصغر قلم عندك حاول عشان العين فعلا يعني انا يعني ما خدتش مني وقت بس عشان انا متعود. انما انت يعني لسه مبتدئ وبتاع يعني لسه قدامك شويه على ده. فحت قلم صغير وحاول تخلي يا جماعه القلم اللي انتوا بترسموا بيه يكون قلم 2 اتش. انا برسم بقلم 2 اتش على فكره بيخلي مسح الرصاص عندي اسهل. زي ما انت شايف بس العينين اهو عملناها بشكل سلس وسهل جدا عادي جدا. تمام. و يعني بس نبدأ بقى كل الخطوات اللي جاية تبقى خطوات سريعة يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. بنحدد الظل. شايف انت بقى نقطة الفك بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها دي هنوصل ما بينهم عشان نعمل خط. الخط ده هتبقى فيه كسرة الظل اللي بالمثلث دي. شايف انت المثلث اللي انا لسه عامله دلوقتي اهو شايف هو ده. هو ده اللي انا بتكلم عليه. معلش بقى يا جماعة الله مش عارف تحس ان احنا في بيت رعب فاهم. الإضاءة عمالة تروح وتيجي وحاجة يعني في منتهى مش مشكلة خير. نبدأ بقى نعمل البق عند النقطة اللي أنا قلتلك عليها. بس يعني هو أسهل ما يكون. ممكن أنا عملته أكبر شوية بس مضرش في الرسمة بحاجة. يعني اللي هو إيه اللي هو عادي انتوا صغروه عن كده. أنا حاسس إن أنا عملته أكبر. حاسس إن أنا عملته أكبر فانتوا صغروه.
ماشي. بس يعتبر بس بقى بضيف شوية ملح عشان انا خربطت زي ما قلت لك. الخط اللي احنا عملناه ده اللي فيه المثلث ده زي ما انت شايف كده. بس اهو ضفنا الملوخية ديت. عاملها بصراحة جدعانة من عندي، هي مش موجودة في الصورة بس جدعانة. ونكمل بقى دقني اسمها ايه دي، الرقبة. كمل الرقبة. رقبته زي ما انت ملاحظ صورة تخينة شوية، ما شاء الله عليه سون جينوا، يعني ايه الفورمة بتاعته فتاكة بصراحة. نبدأ بقى ننزل بالخط الأسود اللي أنت شايفه تحت ده. أنا بصراحة شايفه مستفز جدا، يعني مبحبش أوي خالص الزر اللي بالأسود دي. حتى أنت لما تيجي تشوف شرح التلوين أنا مش هتلاقيني عاملها كده. المهم نيجي نكمل. هتشوف بسم الله ما شاء الله الرسمة تحفة. نيجي نكمل بقى. عملتلك زوم هنا على الودان عشان تكمل معايا تفاصيلها. تفاصيلها صغيرة بس هادية، يعني فاهم، مبقاش معقدة خالص وعادية يعني. متقلقش، يعني انت اصلا هتعمل زوم في الصورة الأصلية تعرف تعملها. وكمان الودان زي ما قلتلك، يعني الناس مش بياخدوا بالها منها قوي يعني. بياخدوا بالشكل العام بتاع الرسمة بقى، الخلفية، العينين، تظليلك بتاع يعني. انما الودان محدش هيركز عليها قوي يعني. وانا شايف بصراحة ان احنا لما نيجي نعملها صغيرة كده مديها توازن اكتر. انما ودان القرود هو عماد مش حاسسها بصراحة، فغيرت فيها انا بأمانة يعني. وتغيير مقصود عشان اللي يجي يقول لي يا اسطى انت مش، لا تغيير مقصود وناقص، مش عشان مش عارف اظبطها. لو كنت انا اكبرها عادي يا صاحبي انا عامل بتاع ده. المهم تيجي تسألني احنا بنعمل ايه دلوقتي بقى. ايه اللي انا رسمته فوق ده؟ اللي انا رسمته فوق ده عبارة عن ان احنا بنحدد مكان الشعر. بنحدد مكان الشعر. يعني ايه بنحدد مكان الشعر؟ يعني بنشوف اوله فين واخره فين وما الى ذلك بتاع، يعني زي ما انت شايف. بس نبدأ بقى بعد ما نحدد مكان الشعر، نبدأ بقى ان احنا نرسم الشعر. نبدأ بقى ان احنا نرسم الشعر شعراية شعراية وبهدوء وبلطف عادي، محدش بيجري ورانا. واصلا يعني الشعر زي ده هيبقى يعني صعب شوية. وصعوبته في حاجة يا جماعة، اللي هو مكان زي ما انت شايف كده شعر مبعثر اتجاهه هنا واتجاه هنا وبتاع. اصلا الصورة دي كأن الهوا جايله من على الشمال، يعني شايف الهوا مطير شعره. والصورة ملهاش تكملة فده نوعا ما جلطني. بس دي احسن واسهل صورة لقيتها لكم واجمدهم بأمانة. يعني انت شايف احنا هنرسم مع بعض بخطوات، وهتلاقي الدنيا سهلة جدا معاك. وواحدة واحدة هتظبط. يعني أنا مش هتظبط معاك من أول واحدة، مش هتظبط معاك من أول رسمة. يعني واحدة واحدة، ومع التدريب المستمر ترسم معايا الرسومات الأسبوعية. أنا كل أسبوع هنرسم رسمة. أنت لو كل أسبوع تطلع منه برسمة تبقى زي الفل. وأنا يا جماعة أنا بنزل لايفات على تيك توك. هنزل لايفات على تيك توك الفترة اللي جاية وأنا برسم سكتشات بسيطة. فممكن برضو لو تابعتني على قناة الانستجرام سايبلك تحت في الوصف هتلاقيني بقول لك ميعاد اللايف امتى والصورة اللي احنا هنرسمها سوا في اللايف. وانت تفتح الصورة وتفتح اللايف ونقعد نرسم سوا يا باشا. وهيبقى ريل تايم بقى. يعني الفيديو اللي انت شايفه دلوقتي ده انا برسم الشعر اللي فوق يعني زي ما انت شايف، ده فيديو مسرع. انما اللي احنا هننزله بقى على تيك توك هيبقى لايف. وهيبقى فيديو اللي هو ايه مش متسرع. ولو عايزين برضو ان انا انزل لكم فيديو وانا برسم رسمة السولو ليفلنج دي سون جينو، هتلخبطت بينهم مش مشكلة مش مشكلة. بس لو عايزني اعمل لكم حاجة زي كده يعني ايه الفيديو يبقى ريل تايم، قشطة. مفيش اي مشاكل، مفيش اي مشاكل. انزله لكم وهو نص ساعة او اكتر كمان عادي. زي ما انت شايف اهو، يعني ده الشعر اللي أنا اخترعته من دماغي، انا شايفه بصراحة مناسب. نبدأ بقى ان احنا نخش في الجسم. ما انت شايف بقى لها عظمة الترقوة. بنبدأ ان احنا نحددها، اللي هو عرض الكتف واول اللبس فين واخره فين. وزي ما قلت لك ديت بتبقى خطوط وهمية شوية. يعني احنا مش بنحدد على اساسها كل حاجة، يعني احنا برضو بنشوف احنا عينينا هتجيب ايه زيادة ونعمله. شايف انت بقى من اول الخط الاسود اللي هناك ناحية الشمال هنبدأ بقى ننزل منه ونعمل القميص زي ما انت شايف كده. يعني حاجات في اللزوز، حاجات في السهل، فاهمني كده. بطلت تصوير مش عارف تقريبا كانت في اضاءة حاجة بايظة فادينا عدلتها يعني ورجعنا. المهم نيجي نكمل.
ننزل بقى بالقميص تاني عشان نكمل البدلة. زي ما انت شايف انت التانية بتاعت الخط الاسود اللي تحت الدقن، شديت منه خط عشان اقدر احدد منه مكان اللي هي التحتية دي اللي عند العظمة دي، شايفها؟ اكيد شايفها. المهم نبدأ بقى نكمل عادي، نرسم بقى الجرافطة. احنا عايزين نرسم الجرافطة بس نعدل بس الحتة الأول. معلش بقى لو انت ترسم ورا عدلت استحملني. ايه، لسه مش اول مره اصور، لكن دي اول مره اتطور فيها جامد قوي في التصوير كده. لو انت شفت الرسومات اللي فاتت فانت هتلاقيني كنت عاملها لك بالسنتي وما الى ذلك. بصراحه شايف الموضوع وحش ان انا خليك ترسم بالسنتي، انت كده متعملش حاجه يعني. انما انا شايف ده تدريب بجد، انك ترسم معايا حاجه زي دي. ده بجد تدريب مذهل مذهل يعني. نكمل نرسم الجاكيتة من فوق، نكمل شوية ديتيلز تفاصيل في اللبس، يعني تفاصيل عادية خالص. مش عارف انا ايه الفضل اللي انا فيه ده، بس انا بحب ان هو ايه، ما سيبلكش حجة وتقعد ترسم التفاصيل. لا، انا هعمل لك كل حاجة. بطئ الفيديو لو عايز تشوف انا برسم ازاي بالبطيء، بطئ الفيديو عادي جدا، مش هيجرى اي حاجة. تمام. عندنا دلوقتي بنعمل الجرافطة، ماشي، بنعملها بالاسود كده عشان بس ايه، نعرف ان دي الجرافطة ما اختلفش عنها اي خطوط تانية. انت شايف القميص عامل ازاي؟ ما شاء الله مليان خطوط اصلا. فانا دي بميز الايه، الجرافطة دي. ننزل بالقميص عادي يعني تمام. برضه شوية ديتيلز وتفاصيل يعني ممكن تعملها ممكن ما تعملهاش، بس يعني هي بتزود الرسمة حلاوة، يعني بتزود الرسمة حلاوة. عندنا بقى ان احنا نشد خطوط وتفاصيل برضه من ذلك. هنا بقى بدأنا رسم الايد. وانا برضه اديني غيرت لك الصورة الاصلية على الايد. شايف شغل؟ لا شغل جامد. فانزل حط لايك كده ولا اعمل اي حاجة يا عم، عبرنا اي حاجة. المهم نزلنا بقى يا صاحبي، عملنا اساسيات الايد، اساسيات بسيطة يعني، يعتبر حرفيا مستطيل ومثلث للابهام اهو. والله حاجات بسيطة خالص يا جماعة، يعني ايه، ما تعقدهاش على نفسك بأمانة. يعني هي اساسيات بسيطة خالص، وهترسم الايد تبقى شكلها تحفة. بص كده بقى نبدأ ان احنا يعني امشي ورايا بالخطوات دي. رسمنا الصابع الاولاني حرفيا بمجرد ان احنا عملنا خطين زي ما انت شايف كده. معرفش فيديو عندك معانا ولا لا، بس يعني في خطوة الايد دي بالذات حاول تبطئ الفيديو. معلش حاول تبطئ الفيديو وتشوف وانا برسم الايد برسمها ازاي. يعني هي حرفيا عبارة عن مستطيل، انت شايف؟ والله يا ابني حرفيا هي عبارة عن مثلث ومستطيل، فاهم؟ هتكمل معايا الايد عادي جدا والدنيا تبقى معاك زي الفل. مش يعني ايه، يعني تعبك معانا في الايد دي، بس هي حرفيا تظبط معاك الرسم اوي. وعلى فكرة يعني الايد انت ممكن تنغمش عليها. يعني ايه تنغمش عليها؟ يعني تشيلها خالص بقى، فاهم؟ تشيلها خالص وترسم الجرافطة بقى وكملها من خيالك. اكتب على جوجل جرافطة وشوف صورة كده وراجل لابسها وفيها هوا جايله من على الشمال ومطير له الجرافطة زي اللي في الصورة، وخلاص الدنيا تبقى معاك برضه زي الفل. هنا معلش امسح ورايا عادي، يعني احنا بنغلط ونمسح. وعشان كده دايما بأكد لك على درجة ال2H. درجة ال2H مهم جدا انك ترسم بيها عشان تعرف تمسح لو انت اخطأت، وعشان تعرف تخلي الورقة دايما بتاعتك نظيفة. ماشي. بس انت بقى ان احنا وزي ما انت شايف هنا يعني نكمل برضو شوية تفاصيل. يعني حاول تحدد خطك شوية عشان تعرف بقى انت غلطتك فين وما الى ذلك بتاع. معلش هنا بس يا جماعة مسحنا شوية في الإبهام، بس الإبهام كان عايز يطلع سنة من تحت زي ما انت شايف. بس يعني أنا شايف إن هو كده اتظبط أكتر كتير عن الأول. وبس يا معلم، هنكمل بقى الجرافطة بتاعتنا عشان يبقى الشياكة بتاعته يبقى جميل كده، طالع في البدلة عمر إن شاء الله. كمل الجرافطة زي ما انت شايف، وشوية برضه تفاصيل في القميص. وهنا الزرار اللي مش باين هو زرار ولا ايه بالظبط ده، بس يعني ادينا بنمشي ورا الصورة شوية ودماغنا شوية، انت فاهم يعني. حلو قوي حوار العشوائية ده. المهم بنكمل برضه الكم بتاع القميص. وبرضه زي ما قلت لك ما تصعبهاش على نفسك، حرفيا هو عبارة عن مستطيل آه متشكل كده يعني، مستطيل مشكل.
يعني بس عبارة عن مستطيل بننزل الزاوية بتاعته لتحت سنة، بس هو النتيجة خلاص خلصت يعتبر. اديني بقى بمسحها بالاستيكة بتاعة الفحم اللي هي اللي عاملة زي الصلصال دي، وبعد عليها بالاحمر. انا في تكنيك هستخدمه قدام، اللي هو اللي انا هلون الاول بعد كده احبر. شايفه بصراحة تكنيك ممتاز، وانا هشوفه. ممكن ما احبرش عادي جدا، في ناس ما بتحبرش يا جماعة عادي. بس هنشوف دي النتيجة النهائية بقى يا جماعة. اكتبوا رايكم في الكومنتات، وابعتولي برضو على الانستا لو حد رسمها ورايا، وانا هطلع كل الرسومات دي معايا الفيديو الجاي. دي النتيجة النهائية. متنساش لايك فولو واشتراك في القناة وصلي على النبي، والسلام.